أهلا بيكم في مطبخ سلوى جودة. أرجو الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس، وما تنسوش اللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة. وتعالوا نشوف وصفة النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اجعل يومنا عاطر بذكر الله. أهلا بيكم حبايبي في مطبخ سلوى جودة. يا رب تكونوا كلكم بخير وفي أحسن حال. عندك بقى سبرتاية قديمة بتاعت ماما بتاعت جدتك، ومرمية بقى كده مع المهملات، وممكن يكون فيها ثقب أو شرخ. هاتيها بقى وطلعيها كده، دوري عليها وطلعيها، وتعالى أقولك هنرجعها جديدة ازاي بحاجات بسيطة خالص 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 من البيت. أنا عندي السبرتاية بتاعتي، لكن دي بقى سبرتاية ماما الله يرحمها. فحبيت أوريها لكم يعني هتتجدد ازاي وهتتعمل ازاي، وهوريها لكم. شكلها مبهدل خالص، شكلها صعب جدا. شايفين شكل السبرتاية عامل ازاي؟ ده شكل السبرتاية تمام كده. بصي مبهدلة خالص، يعني زي ما بيقولوا بالبلدي كده، لا تنفع لا طبلة ولا طار. وعلى فكرة فيها ثقب ومفتوحة من تحت، بس هقولك انا عملت فيها ايه. هتجيبي عصير ليمونة ومعلقة ملح، ده طبعا بديل ملح الليمون عشان ايه مصقلش عليكي، ومعلقة خل، ونقطتين صابون سائل، بس كده، وحتة سلك صغيرة. سلك المواعين الناعم، مش اللي استلس الكبيرة دي، لا، السلك العادي بتاعنا بتاع زمان. واجيب بقى السبرتاية واقابل الحتة السلكة دي بالخليط بتاعي ده، وادهن بيه السبرتاية كلها واسيبها شوية. هي شايفة ابتدى لونها يظهر اهو من غير لسه ما عملتش حاجة. انا يا دوبك دهنتها. بصوا السلكة بقى شكلها ايه، بقى شكلها صعب جدا. نغير بقى السلكة دي وايه بقى، ونمسك السبرتاية بقى ايه، نروح ونيجي عليها كده كذا مرة. بصي بقت عاملة ازاي، شايفة لونها ابتدى يظهر ازاي، تحفة. بالنسبة بقى لو فيها ثقب او مشروخة او اي مشكلة، انا عن نفسي عندنا شارع اسطاسي فيه هناك في اسكندرية. سألت هناك حد من المحلات، قلت له عايزة ألحم السبرتاية دي، وصف لي شارع هناك. دخلته ولقيت هناك فعلا محل بيلحم الحاجات دي. لحمت الثقب ولحمها لي من تحت. هي من تحت كانت مبهدلة خالص لأنها كانت واقعة ومكسورة. وفي نصيحة بقى عايزة أقولك عليها وأنا شغالة كده. لما تيجي تشتري سبرتاية جديدة ضروري يكون معاكي مغناطيس، لأن دلوقتي في حاجات كتير مغشوشة وبتبقى حديد، وهتلاقي فيه جزء حديد وجزء نحاس. فمشي عليها المغناطيس عليها كلها. لو لقيتيها بتنجذب للمغناطيس ما تشتريهاش. حديد هتبقى حديد وهتصدي. اما النحاس طبعا انتوا عارفين ان هو ايه، مش هينجذب للحديد والكلام ده كمان. بالمناسبة بقى لما تكوني بتشتري نجف او بتشتري ستانلس، اطقم الصواني اللي ستانلس والحاجات دي اغلبها وفي محلات كبيره بدون ذكر اسماء حديد، لان انا بمشي بالقطعه مغناطيس صغيره معايا كده ما بتتشالش من البوك. بجربها بتنجذب، فدي ما بشتريهاش. عرفتي بقى تشتري الاستانلس والنحاس بالمغناطيس. تمام كده. وبصوا بقى كل ما بدعكها بتعمل ازاي. دهب هترجع دهب عيار 24. وبالنسبة للحام اسألي بقى في المنطقة اللي جنبك، أو شوفي السوق اللي بتنزليه، هتلاقي بقى الحاجات دي. وأنا نسيت وقلت لكم شارع ستاسي، لا هي السكة الجديدة. في السكة الجديدة، معلش أنا اتلخبط لأن الشارعين جنب بعض، وأنا دايما بروح المناطق دي بشتري منها حاجات كتير قوي. في السكة الجديدة حبايبي، بعد كوانا بشوية كده اسألوا وهيدلوكوا على الناس اللي بتلحم ازاي. بصي ده تاني مرة، دي تاني مرة ادهنها. بصي اهي اهي
شايفة تلمع خالص، ترجع جديدة. بس حبيبتي ضروري يكون عندك في البيت فرشة أسنان مخصصة للتنظيف بجانب الفرش الصغيرة اللي احنا بنشتريها. الفرشة دي بتجيب الحاجات الدقيقة قوي، فرشة الأسنان ما بتجيبهاش الفرشة التانية اللي انتوا عارفينها بتاعة المطبخ. ضروري يكون عندنا فرش أسنان خاصة بالتنظيف اهي. بص بتدخل جوه بص الكتابة بتاعتها اهي، شايفين بقت عاملة ازاي اهي. وتجيبي بقى حتة سلكة ناشفة وترجعي بقى ايه. انا دهنتها مرتين ها عشان تبقي عارفة، عملتها مرة ودعكتها ودهنتها مرة تاني، هي بقى اللي عطتني اللمعة القوية دي. بس عاملة ازاي. هطوقها بالسلك تاني وارجع لك. بص قولي. بصي يا حبايبي شكلها ايه، وتجيبي بقى سلكة كده ناشفة اهي. بصي بصي يا حبايبي، جمال اهو. كل فترة بقى كده لما تطوس تعملي لها بقى التنظيف ده. هنجيب منديل المطبخ نبله بله خفيفة قوي عشان الحاجات دي مش مستحبة ليها المية، يعني شبه كده مبللة كده نقطة. بصي بصي لونها بقى شايفة. بصي بصي بقت عاملة ازاي. بصي الجمال اهي، دهب عيار 24 اهي. بس اهم حاجة تلبسي جلافز عشان هي بتبهدل الايد بصراحة. تمام اهي. بصي بصي يا حبيبتي بس عاملة ازاي اهي. وعايزة اقولك الفتيل ده بيتباع عند بتاع السبرتايات، وفي الاحياء الشعبية في محلات مخصوص بتبيعه. انا بالامانة ناس بتجيبهولي من محطة مصر بس معرفش فين بالظبط. في ست طيبة كده بتجيلي هي اللي بتشتروه. السبرتاية رجعت جديدة خالص ازاي، بخلطة بسيطة خالص من البيت. عيار الدهب عيار 24 قدامكم اهي. يا رب اكون قدرت افيدكم في اعادة تدوير السبرتاية، وقلت لكم لو اتخرمت هنلحمها ازاي، وقلت لكم على اماكن بيع الفتيل بتاعها. ويا رب اكون قدرت افيدكم، وحبايبي اشوفكم على خير في وصفة جديدة من مطبخ سلوى جودة.